دابا انا غاحاول تقنعني كيفاش غتربح فرقه والكوتش مونطال ديالها هو السي جلال، احسن رئيس في العالم، محبوب الجماهير المغربيه، والنصائح ديالو الا سمعهم شي لاعب مستحيل ما يديرهمش. دابا احنا بغينا راه ما جايين الرجاء. المعنى مالو الرجاء ما تعرف كي داير. ما كان ما كان خفيف فيه لا والو. خفيف فيه عطى خفيف فيه إلا جا هنايا عطاه هي برجل كان اجل الله. السي جلال لقيتي كدير دوز معاك عندك بيكورو وبودا وبعد ديوسو سودو معاهم على الله يسمعوا منك انت شويه، حنا راه من الاول العام والجمهور ديال الرجا داوي والو ما كاينش. المهم ما علينا، رحله كاس العرش في دور جديد وطريق نحو الادوار المتقدمه في ماتش خارج الميدان ضد الاتحاد الاسلامي الوجدي. صراحة السمية عندهم عالم الإسلامي الوجدي، تمام نحن كفار والله إلا غضحك وجد خوتنا وحبابنا. فمرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو قبل الماتش كيف ديما غادي ندويو على الخصم مزيان، وغادي ندويو على الصعوبات اللي غادي نواجهو، وفي الاخر غادي نختموها بالتشكيله. فما عليك غير تخليك معنا من الاول حتى الاخر. اجي نتايا العام اللي جاي لقاك تنسى لي ديك لايك وما كديرهاش، وحشم ومرق غا على وجه السي جلال، يلا ارى على ديك لايك اللي انا تسنى هاد المره الكومونتيرات حبه ديالو، بغيت نشوف الناس اللي ما عمرهم ما كومونطاو، بغينا نشوفوا وجوه جديده بانوا عليكم الامان. اما اللي كنتي جديد وباقي ما سينيتيش معنا ابوني، غادي تغيز البلان ومبقى لك غتزير ديك الصمته يلا بينا نبداو. الرجاء ضد الاتحاد الاسلامي الوجدي، خمسه ديال الحوايج غادي يخليو الماتش ديال غدا يكون صعيب على الرجاء. اولا الماتش غادي يكون خارج الميدان والرجاء داخل الميدان، واخر ماتشات اللي بان ضعيفه ديال بصح. ثانيا الخصم من القسم الوطني الثاني، وفرق القسم الوطني الثاني غالبا ما كيبغيو يخلقوا المفاجات في منافسات كاس العرش. وثالثا انت بطل النسخه الاخيره، وكيف ما قلنا شحال هادي اي فرقه كتبغي تربحك باش تسمى راهي رابحه بطل النسخه الاخيره. والرابع راه هزوه الفيران في مصر. وخامسا الجمهور عندنا داير الماتش في كرشو، هذا اكبر غلط ممكن ديروا اي فرقه في العالم، علاش في الاخر غالبا ما كتندم. يعني من هذا الشيء كامل من غير الرابع اللي هزوا الفيران في مصر، فراكون اكيد ان الماتش ديال غدا غادي يكون صعيب، خصوصا انه غادي يكون فيه الاقصاء. المهم ما علينا، الرجاء ضد الاتحاد الاسلامي الوجدي، ماتش اللي غادي يكون في واحد التيران حلاوه لنا مع ذكريات جميله وباقي ما داش عليه حتى عام واحد منه. الملعب الشرفي بوجده، واللي ما كتغمض عينك كيبداو يدوزوا قدامك هاد الفيديوهات وتصاور بلا ما كتحس، وهي جات فرصه باش عاوتاني الجراد يمشيو يحيوا الذكرى تما كاين، ولما لا الرجوع بتاهل من قلب وجده. غادي نساو هادشي كامل وغادي نمشيو ندخلوا شويه في الخصم مزيان، اتحاد الاسلامي الوجدي واللي كيتعتبر النادي الثاني في وجده من بعد مولوديه وجده. اتحاد الوجدي واللي ايضا من بين الفروق اللي عندهم يقولوا العوده مع الموسم الماضي في نفس المسابقه واللي هي كاس العرش، من بعد الخساره اللي هي في نفس الدور كونتر حسنيه اكادير، وكان السبب في اقصاء الفتح الرباطي قبل في الدور 16. يعني فرقه اللي كتموت على المفاجات وقادره انها تندمك وقت ما بغات. اما كنهضر عليهم في هذا الموسم هذا، فراه من الممكن نقولوا انهم غادي يقدروا يكونوا من بين الفرق اللي غادي يلعبوا البراج ويحققوا الصعود، لما لا بفارق جوج ديال النقاط على المركز الثالث. اخر ظهور الاتحاد الاسلامي الوجدي في كاس العرش تمكنوا انهم يربحوا هلال الناظور ب3-1، هادشي ولا خلاهم انهم يتلاقاو مع النصر في الدور هذا. يعني كمواجهه فراه غادي نقول لك بانه غتكون مواجهه ضد خصم من قيمه الاتحاد الاسلامي الوجدي، فراه ما غاداش تكون سهله، كون انه حتى الماتش غادي يكون وسط تيرانهم ووسط مدينتهم وغادي يلعب معاهم عامل الارض. غادي نساو الخصم وغادي نمشيو الرجاء لا حبيبه وفلا كوبا طامعين، واللي من بعد الرباح الاخير ضد الرجاء بن ملال بربعه جا الدور من اجل التركيز. الطريق ديالنا نحو العاشره والبوابه غتكون بماتش الاتحاد الوجدي خارج الميدان. قضيه خارج الميدان شخصيا اللي كتبان لي ما كتاثرش على فرقه كرجاء الا في حاله وحده، الا كان الماتش بدون جمهور. اما الا كان بالجمهور راه كيف العاده اللعابه غادي يحسوا براسهم بحال لاعبين في كازا. بلا ما نساو ان التيران ديال وجدان بين احسن الملاعب في المغرب، الارضيه ديالو زبده، يعني لا عذر في ذلك. الخوف اللي كان عن الجمهور واللي هو الغيابات، ولكن الحمد لله كل ما كنسمعوا حاليا وهو ان الفريق مكتمل في الصفوف الا في حاله وحده، الا خرجت عاوتاني شي حاجه من الجن. على سبيل المثال الغيابات اللي كانوا عندنا بحال فردوس والحسين اللي كانوا تعاطفوا في ماتش رجاء بن ملال، فرشناهم في التدريب، يعني الحضور ديالهم من الممكن انه يكون متاح. الماتش ديال غدا بين الرجاء والاتحاد الاسلامي الوجدي اللي كيبان لي
شخصيا عنده بزاف ديال الشوفات. اولا الفوز من اجل التاهل، وثانيا الفوز من اجل السيطره على الوضع وضمان جو ايجابي قبل الديربي. كاين فرق ما بين انك انت غتمشي للديربي وانت مأهل، وفرق ما بين انك غتدخل الديربي وانت مقصي. بلا ما نساو انه كاس العرش من بين الاهميات والضروريات اللي عند الرجاويين هذه السنه، بكون ضياع جميع الالقاب الممكنه. فغادي نقولوا كل ثقه للشابي باش انه يفرح الشعب الرجاوي غدا، حيت بكل واقعيه محتاجين هذه بصح. تذكير بالتوقيت غدا ان شاء الله مع 9 ديال الليل، كيف قلنا انه غادي يكون في ملعب وجده بحضور الجمهور. اما الغيابات لا جديد عنهم حاليا، راه كلشي حاضر. اما بالنسبه لتوقع التشكيله، اتوقع انا في التشكيله اللي كانت في الماتش اللي فات: الشبكه الحرار، ديفونس المشخشخ خفيفي، جناب والكسوت باللامري، الوسط بيكورو الفردوسي وبوغرين، والهجوم الرحيمي المعموري والنفاتي. بالرغم من انه بيكورو كلنا ما كنحملوش، ولكن راه الا حيدتي ودخلتي بودا راك بحال بدلتي كروسه مصديه بكروسه غامله. اشنو بان لكم في التشكيله؟ شنو هما لي بوست اللي خاصهم يتبدلوا باش خاصهم يتبدلوا؟ وهنايا غادي نقولوا كوراج، نصرنا يا ربي الربحه غدا هي اللي تزهينا، يا ربي شي ربحه اللي تفرحنا في هاد الايام هادو. وحاليا فرا بقى لك غتوقف ديك النتيجه وقول لي شحال جاتك. ضايع